على التومية شوية بشوية. كل دي أهم حاجة خطوة التنعيم، أنعّم التومية كويس لإن التومية دي عبارة عن نشا وزيت وبيض وتوم وملح عادي وملح ليمون وخل. أفضل أنعّم فيها كويس، ما اخلّيش فيها أي تكتلات نهائي عشان تطلّع معايا التومية اللي أنا عايزها، وفي نفس الوقت هتبُص تلاقي التومية لازقة في المعلقة مش عايزة تنزل من المعلقة. وده كان الشكل النهائي للتومية بعد ما عملتها. التومية يا جماعة لو اتعملت بزيت مش كويس أو زيت تموين هتطلع معايا التومية طعمها مش كويس، لإن التومية دي بتتاكل أكل مش بنقلي بيها، مش زيت تموين بنقلي بيه، لأ ده حاجة بناكلها. فأهم حاجة في الخطوة دي إن أنا أستعمل زيت كويس ما يكونش ليه ريحة. زيت تموين بيديني ريحة مش كويسة في الأكل، فأنا ما بافضّلش استعمال زيت تموين في الأكل ولا أي نوعية زيت مش كويسة. وهنا كده كان الشكل النهائي للتومية ما شاء الله.